محتارة ليه؟ ده بربع كيلو لحمة مفرومة هتعملي أحلى طاجن بطاطس محشي باللحمة المفرومة، هيشرفك في العزومات في رمضان. هتعملي كده أحلى طاجن بطاطس محشي باللحمة المفرومة، حاجة كده عظمة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. حبايب قلبي اللي لسه داخلين قناتي متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد مني، واللي مشتركين في قناتي متنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا كومنت حلو زيك كده. يلا بينا كده نشوف طريقتنا هنعملها ازاي. انا معايا كده طاسة على النار ومعايا الربع كيلو لحمة، ولا اكتر ولا اقل. وهننزل بالربع كيلو اللحمة كده في الطاسة اللي فيها شوية من الزيت. انا بحب انزل باللحمة الاول، وبعد كده بقلب اللحمة لغاية ما تاخد معايا ايه، لون كده يعني، مجرد لون. هتعمليه على الصاج عادي يعني، بالظبط زي ما بتعملي لاي حاجة. هقلب اللحمة بقى، وبعد كده هنزل عليها ببصلاية مقطعاها بالسكينة عادي، مش مفرماها في الكبة، مقطعاها تقطيع صغير، هنزل بيها على اللحمة. صلوا على النبي واذكروا الله، وكملوا معايا الفيديو للآخر. هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الفلفل، وهنزل بنص معلقة من الملح، وهنزل بنص معلقة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وبصل بودرة وتوم بودرة. وكده البهارات بتاعتي الحلوة اللي بتخلي ريحة العصاج بتاعتنا قلب الدنيا. هنقلب بقى العصاج كده مع بعضه، وهنزل عليه كمان بقرن شطة، حابة يكون معاكي سبايسي عادي, عادي برضو، بارد زي ما تحبي. انا نزلت بالقرن الشطة دوت كده تقطيع بالسكينة على على العصاج. حابة تحطي فلفل الوان حطي، مفيش مشكلة. انا كده قطعت القرن الشطة. هبدأ اقلبه بقى واسيبها كده تتعصج مع نفسها، ونشوف بقى البطاطس بتاعتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. يلا تعالوا نشوف بقى البطاطس ونسيبنا من اللحمة تتعصج مع نفسها. انا بقى كان عندي البطاطس الصغيرة دي، فقلت بس ده كده جه وقتها ان انا هعملها كده ايه، محشية لحمة. لو في عندك اصغر من كده هتبقى برضو جميلة جدا وهتبقى حلوة. انا كانت عندي اللي هي يعني مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، هي كانت ايه، وسط كده، كانت حلوة يعني. فانا قلت بصراحة ايه، جه وقتها بدل ما اعملها صينية انا هحشيها اللحمة المفرومة. فخلاص كده انا بدأت ان انا اقشرها. هقشر بقى كمية البطاطس اللي قدامكم دي زي ما تحبي بقى تعملي الكمية اللي انت عايزاها. دولت ايه كانوا البطاطس اللي انا هعملها. تمام حبايب قلبي. وكده بدأت ان انا اقشر البطاطس بالشكل ده كده. وكده بقى انا ايه قشرت البطاطس، يعني انا اقشرها كلها عشان نبدأ ان احنا نقورها. اخلص بقى كمية البطاطس دي وارجع لكم تاني. كده خلصت كمية البطاطس تقشير. هبدأ بقى ان انا اشيل كده بوز البطاطساية، وبالكزلك الرفيع ده، لو عندك كزلك رفيع زي ده كده هيسهل معاكي احلى من المقور بكتير. ما عندكيش كزلك بقى سنه رفيع كده، خلاص اعملي بالمقوار برضو مفيش مشكلة، هيبقى زي الفل. انا جبت الكزلك دوت بوز رفيع وبيقور معايا في ثانية. بدأت ان انا بقى اقور البطاطساية كده، اجيب قلبها كله. طبعا القلب البطاطساية ده مش هنرميه، خسارة، وفي الزمن اللي احنا فيه ده حرام جدا ان احنا نرمي قلب البطاطس ده. احنا هنعمله كده تحت البطاطس، هنفرشه تحت البطاطس، هتاكليه قبل البطاطسايه. خلاص بقى، وقطعت كده من تحت عشان لما نيجي نحطها في الصينيه تقف كده، تبقى واقفه. ماشي. بدأت زي ما انا اوريكم كده برضو نقطع بوز البطاطسايه، ونبدأ ان احنا نقور بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، نطلع قلب البطاطسايه كله. حابه بقى ترققها اكتر من كده رققها براحتك زي ما انت عايزه، وباجي من تحت كده واقطع البوز التاني علشان ان هي تقف في قلب الصينيه. كذلك برضو اقطع البوز واقور قلب البطاطساية زي ما قلتلك. حابة تخليها تخينة تخينة انت زي ما تحبي، رقيقة عن كده زي ما تحبي اعملي. يلا بقى كده نخلص كمية البطاطس دي معاكم كده ونشوف ايه بعد ما خلصنا. خلاص بقى كده انا قورت كمية البطاطس زي ما انتم شايفينها كده. طبعا دوت بقى زي ما قلت لكم كده هنحط عليه كوباية مية عشان ما عشان البطاطس ما تسودش، ونركنه على جنب. معايا بقى كده صينية على النار، احط فيها شوية من الزيت، وابدأ ان انا اشوح البطاطس بتاعتي، اديها يعني تحميرة كده. حطيت شوية كده من الزيت، وابدأ بقى ان انا ايه، انزل بالبطاطس. ارص البطاطس بقى كلها جنب بعضها كده في صينية، احسن هتاخد منك البطاطس عشان تنجزي يعني الطاسة تبقى صغيرة شوية.
فانا حبيت الصينيه عشان ان هي هتاخد كميه البطاطس بتاعتي. رصيت بقى البطاطس كلها كده جنب بعضها عشان تاخد لون معايا كده، تشويحه يعني كده. وببدأ بقى اجيب المساكة السيليكون دي وببدأ اقلب، لقيتها لسه ما خدتش لون كده، فقلت اسيبها شوية كده. خلاص بقى بدأت ان انا اقلبها بقى بالشكل ده. لما لقيتها خلاص هتحمر بقى كده وتاخد لون زي ما انتم شايفين كده، اللون ده المطلوب. يلا بينا كده بقى نعمل الصلصة بقى بتاعة البطاطس، اللي هي بتخلي البطاطس ريحتها وطعمها حاجة تانية. كده معايا بقى حل على النار، قلت اقلب البطاطس الاول بدل ما تحمر قوي. انا عايزاه اللون اللي هو ايه، مصفر شوية، مش عايزاه تبقى حمرا قوي. خلاص عشان ما تبقاش غامقه معاكي. معايا بقى حله كده على النار فيها معلقتين من الزيت ومعلقه من الثوم المفروم، وهبدا اقلب الصلصه بتاعه البطاطس دي. انا مش بعملها ببصل خالص. وبكده بقى التومه بتاعتي اصفرت كده، احمرت. وبعدين نزلت عليها بالطماطم. الطماطم كانت عندي متفرزه في الفريزر يدوب، بس فكده كده على النار شويه، يعني كانت متسبكه شويه كده على النار. وبدات نزلت بالصلصه على التومه. انا مش بحب زي ما قلت لكم، مش بحب اعملها ببصل. التومه بتديها طعم وحاجه تانية خالص. وكده طلعت البطاطس بتاعتي كده على طبق عشان تبرد، وحطيت بقيه كميه البطاطس في الصينيه. والصلصه بتاعتي طبعا حطيت عليها فلفل وملح وبهارات وقلبتها. وكده خلاص الايه، الصلصه بتاعتي كانت استبكت. حطيت عليها كوبايه من الميه عشان انا عايزاها خفيفه شويه عشان تستوي البطاطس، تستوي فيها. تمام، غليت معايا وخلاص كده. انا هطفي على النار، هطفي على الصلصه. وهبدا بقى ان انا اعمل شويه رز كده بشعريه زي السكر. تعالوا بقى كده معايا معلقه من السمنه البلدي ومعايا شويه من الزيت. الرز بالسمنه البلدي يبقى حاجه تانية خالص. ومعايا كده شويه من الشعريه، انا بحب اعمل الرز بالشعريه. ابدا بقى ان انا اقلب الشعريه، وعايزه الشعريه بتاعتي بقى تحمر كده وتاخد اللون الجميل كده. مش بحب معلش بقى لو البت كيانه عامله صوت في الفيديو، بس يلا استحملوني بقى. ما ترد عليكم اهي. انا حبيت بقى للشعريه بتاعتي تكون اللون الذهبي ده، ومش بحبها تبقى حمرا عشان ما تبقاش مغمقه الرز وتبقى الرز طعمه مش حلو. هبدا بقى ان انا كده احط الرز بسرعه قبل ما الشعريه بتاعتي تتحرق، ويبقى اللون بتاعها الذهبي الجميل ده. الشعريه ولا بحبها تبقى حمرا ولا بحبها تبقى بيضه. لما بتكون بيضه مبتبقاش الرز طعمه حلو، وتحس ان هي معجنه كده في الرز. لا، لما يكون الشعريه بتاعتك تكون لونها الذهبي ده بتخلي الرز طعمه جميل جدا. خلاص كده بقى، يلا تعالى نشوف البطاطس بتاعتنا هنعمل فيها ايه. انا معايا الطاجن بتاعي. هبدأ بقى ان انا اشيل البطاطس واعصرها كده من المية، واحط وافرشها في قلب القعر الطاجن من تحت. يعني افرش البطاطس بتاعتي. انا قلت كده بقى، سكت البت كان وقلت عشان ايه ما تزهقوش مني وتزهقوا من صوتها. كده بقى خلاص حطيت البطاطس في الطاجن من تحت. وهبدأ بقى ان انا احشي البطاطس واحطها على البطاطس ديت. عشان ايه؟ البطاطس دي هتاكليها احلى من البطاطس المحشيه كمان. هتبقى كده غرقانه بالصلصه بقى اللي هي بالثوم، بطعمها تحفه. كده البطاطس بقى بردت معايا، ومعايا بقى العصاج زي ما قلت لكم. وهبدا بقى، شايفين ما شاء الله ربع كيلو لحمه بقى قد ايه؟ بقى اكتر من نص كيلو ما شاء الله، اللهم بارك. انا كده جبت البطاطس بتاعتي وبدات ان انا احشيها بقى اللحمه كده زي ما انتم شايفين كده، وارص في الطاجن. زي ما قلت لكم انا عملت البطاطس قاعده من تحت عشان تقف في الطاجن كده. ما شاء الله وقفت، وكانت كلها ايه، ما كانتش مياله ولا كانت راقده، والطاجن خدهم والحمد لله. زي ما قلت لك، حابه تخليها تخينه شويه رقيقه زي ما تحبي، ده كله ايه من رايك انت. طبعا انا حشيت كده بقى الطاجن بقى كله كده ببص، وحشيتها كلها ما شاء الله. وفاض معايا لحمه كمان هحطها كده ما بين البطاطس. احط اللحمه دي كلها ما بين، بس طبعا مش هسيبها بقى طبعا، لا انا هحطها كده ما بين البطاطس كده وتشرب بقى بالصلصه. هتبقى طعمها جميل جدا. وابص اللي تحت. تمام. هبدا بقى ان انا اوزعها كلها، احطها كلها بس الفطاطا دي انا هحطها كلها في الطاجن علشان تدينا بقى طعم كده للبطاطس اللي هي في القعر. والصوص بقى بتاع الصلصة هيبقى جميل جدا مع اللحمة. هتاكليه كده مع الرز هيبقى طعمه حلو جدا. وبدأت بقى جبت كده بقى المغرفة، وبدأت ان انا اسقي البطاطس زي ما تكوني بتسقيها شوربة بالظبط. انا بدأت كده زي ما قلت لكم ان انا خفيت الصلصة شوية عشان ان احنا نسقي بيها البطاطس.
وبدأت ان انا اوسع كده عشان كلها تشرب من الصلصة، عشان لما ندخلها الفرن بقى تستوي كده تبقى زي الفل. يلا بينا بقى كده ناخدها على الفرن، اغطيها بورق فويل وبدخلها الفرن. تعالوا بقى شوفوا الرز بتاعي بعد ما استوى. انا كنت زودته وسويته وكان مفلفل وجميل وريحته جميله قوي بالسمنه الزبده. تمام. يلا بينا كده بقى نغرف شويه رز. تعالوا اوريكم بقى الرز كده مع البطاطس، كان طعمهم جميل جدا وحاجه كده فاخر من الاخر. ماشي يا حبايبي فاخر من الاخر. كده خلاص بقى حطينا شويه رز، وهنبدا بقى نطلع بطاطسيه كده عشان اوريها لكم بقى معاكم. الطاجن بعد ما استوى انا كشفته وخد وش كده، وبدأت بقى ان انا اشيل بطاطسايه واوريها لكم بعد ما استوت. كانت مستويه وما شاء الله كان جميل جدا. والبطاطس اللي في قعر الطاجن بقى كانت حاجه تانية، كانت حكايه يا جماعه. تعالوا بقى يلا نشوف بقى البطاطس اللي في الطاجن. طعمها كان خطير مع الصوص الصلصه اللي بالثوم، كانت جميله جدا. كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.